السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بريوش إنما حكاية. لو انتوا لسه بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي إيمان ودي قناتي. ما تنسوش بقى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تكتبوا لي كومنت لطيف زيكم وتعملوا شير للفيديو مع إخواتكم وأصحابكم. ويلا بينا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعمل مع بعض وصفتنا النهاردة ازاي. وتعالوا نشوف كده المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا بيض وخميرة وبيكنج باودر وزبدة ولبن بودر وسكر بودر ودقيق، ومعايا كمان نص كوباية من اللبن الدافي. هحط عليه 3 معالق من السكر كده، وبعد كده هقلبه وارجع تاني احط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. ممكن تستعملي خميرة بيرة، تاخدي قطعة كده قد البندق اللي هو بيبقى بالقشر بتاعه، تبقى القطعة بتاعته قدها كده. هنقلب كل المكونات مع بعض، وهضيف 4 معالق من الدقيق كده واقلبهم كويس قوي. الخليط ده يعتبر محسن طبيعي للعجينة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده بنقلبها كويس قوي. زودت عليها هنا كده معلقتين من اللبن علشان تبقى سايلة شوية معايا، وبعد ما بقلبها بسيبها تخمر في مكان دافي لمدة 10 دقايق. هحط هنا المكونات الجافة مع بعضها، السكر واللبن البودر على الدقيق، هنقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هزود عليهم بقى البيض بتاعي، واحط هنا بيضتين. وبعد ما احط البيضتين هزود عليهم 2 بياض من البيض، هاخد منهم الصفار علشان هحتاجه في الاخر ان انا ادهن بيه وش العجين بتاعي قبل ما احطه في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده انا بفصل الصفار عن البياض وهحطهم في طبق كده منفصل بعيد عن العجينة بتاعتنا. وهحط هنا معلقة صغيرة من الخل، وهحط كمان فانيليا سايلة كده زي ما انتوا شايفين علشان ما يبقاش فيه اي ريحة مش مستحبة في العجين بتاعي. انا جبت هنا المحسن بتاعنا، الخميرة اشتغلت فيه وكويسة وشغالة. مهمة جدا ان احنا نشوف الخميرة بتاعتنا نشطة ولا لا علشان ما نبوظش المكونات بتاعة العجين بتاعنا. هقلب كده بقى بالعجان بتاعك او بالمضرب زي ما انا شغالة، او ممكن تستعملي ايديكي، اي طريقة سهلة تقدري تشتغلي بيها. معايا هنا كوباية الا ربع من اللبن، هزود منها شوية بشوية كده واقلب العجينة بتاعتي لحد لما اتأكد ان هي خدت الكمية المناسبة من السوائل المناسبة ليها. ما نحطش اللبن او الميه اللي احنا بنستعملها مره واحده علشان ما نحتاجش نزود بعد كده دقيق لو حسينا ان العجينه بتاعتنا سالت مننا وبقت طريه زياده عن اللازم. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الخطوه دي كويس قوي. هقلب كده مرة بإيدي ومرة بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده، بعجن العجينة شوية كده وشوية كده علشان اتأكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض. بعد كده هجيب بقى الزبدة بتاعتي هنا، انا جايباها بدرجة حرارة المطبخ او الغرفة اللي انا شغالة فيها، ما تبقاش ساقعة. ولو انت مطلعاها من التلاجة ممكن تحطيها دقيقة او ثانيتين 3 في الميكروويف تفك بس شوية وتطرى معاكي عشان تعرفي تستعمليها وانت بتعجني. ده كده شكل العجين بتاعنا بعد ما اختمر. طبعا سبته يختمر كده في مكان دافي لمدة ساعة تقريبا، آه، لغاية لما الحجم بتاعه بيتضاعف كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اشتغل بالعجينة بتاعتي على طول. العجينة طرية وحلوة قوي، ملمسها ناعم جدا وريحتها احلى واحلى. بجد العجينة تتاكل كده نية من كتر ما هي ريحتها جميلة قوي. هبتدي بقى كده ابرم العجينة زي ما انتوا شايفين كده واعملها خيط كده. هبتدي بقى اشكل شكل البريوش اللي احنا متعودين عليه، اللي هي المنجقونة على رأي حبايبنا من بورسعيد. هنشكلها كده على شكل حلزونة او شبه السينابون شوية. ده الشكل المتعارف عليه. وهعمل معاكم شكل تاني كمان، هو عبارة عن ضفيرة مجوز كده. هنعملها مع بعض تديني شكل تاني غير اللي احنا عملناه.
هتلاقوني بقى كاتبالكوا المقادير بتاعه العجينه بتاعتنا. لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك هتلاقوني كاتباها لكم في اول تعليق، ولو على اليوتيوب هتلاقوني كاتباها لكم في صندوق الوصف. ده كده الشكل اللي احنا بنعمله التاني. زي ما انتوا شايفين كده بحاول اطول العجينة بتاعتنا وابرمها كده بالراحة، ما نحاولش نضغط عليها بالجامد او نشدها جامد لانها ممكن تتقطع معانا. نتعامل كده بلطف مع العجين هيشتغل معاكم كويس قوي. ده كده الشكل التاني اللي انا عايزة اعمله. هبرم كده العجينة زي ما انتوا شايفين وهلفها على شكل وردة. بس انا بصراحة بحب شكل العجينة في الشكل الاولاني اللي انا عملته اللي هو على شكل الحلزون. ده كده شكل العجينة بتاعتي كلها بعد ما عملتها. عملت معايا صينيتين زي ما انتوا شايفين كده، دي كميتها. هنسيبهم بقى يختمروا كده لمدة ساعة الا ربع او نص ساعة. هو الجو بقى حر طبيعي فمش هتاخد وقت كتير في التخمير. هجيب بقى صفار البيض اللي انا كنت عاملاه على جنب، هحط عليه معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين من اللبن، هدهنهم كده على العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين. وهجيب سكر خشن ارشه على العجينة كده واحطها بقى في الفرن. طبعا ما ننساش نكون شغالين الفرن على درجة حرارة 200. هنحطها في رف اوسط، هتاخد معانا من ربع ساعة لتلت ساعة تسوية في الفرن. ده كده الشكل النهائي للبريوش بتاعنا او المنجقونة. طلعة حلوة قوي، عجينة هشة، طرية جدا، واخدة تسوية مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. ده كده استوت على الفرن من تحت، ما شغلتش عليها الشواية. بجد طعمها تحفة، ريحتها حلوة قوي قوي. بجد هتعجبكم جدا الوصفة دي، وتنفعكم كمان ان انتوا ممكن تعملوا بيها سندوتشات، اي معجنات تانية ممكن تستعملوها فيها. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله.